حد عنده ابتلاء، الابتلاء ده صعب جدا ويأس منه. كل حد عنده حلم، الحلم ده مستحيل يتحقق. مريض السرطان اللي لف عند كل الدكاترة وقالوا له دي مرحلة رابعة، خلاص انتهينا، خد يا الأمر. اللي عنده ابن عنده ابتلاء مدمن وخلاص كل ما يرجع تاني يتعافى يرجع ويأس. كل حد عنده حاجة يائس منها، فالحلقة دي صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام واسمعوا القصة دي كويس قوي، وهتعرفوا ان بعد القصة دي مفيش يأس أبدا أبدا طول ما ربنا سبحانه وتعالى معانا. سيدنا زكريا عليه السلام كان متزوج من امرأة اسمها إيشاع. زكريا عليه السلام رجل عجوز مسن، وامرأته أيضا امرأة مسنة، يعني ما ينفعش تخلف. مش بس كده، دي كانت عاقر. كانت ليها أخت اسمها حناء أو حنة، كانت متزوجة من رجل اسمه عمران. عمران ده راجل كده شنة ورنة في قومه، يعني كبير قومه. حملت أختها حناء ونظرت ما في بطنها لخدمة الله سبحانه وتعالى، لخدمة بيت الله. هي قالت إن الولد اللي بطنها ده لخدمة ربنا، ويشاء السميع القدير إنها تلد أنثى واسمها مريم. فخلفت حناء مريم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شاء إن أبوها عمران يموت. في الوقت ده الكل عايز يكفل مريم، يكفلها يعني يتكفل هو برعايتها، ابنة عمران. فكانوا بيقترعوا قرعة، يعني عملوا قرعة مع بعضهم كده، يعني كل واحد القرعة دي ان هم هيمسكوا اقلام زي حاجة زي اقلام كده يعني، ويرموها في النهر، والقلم اللي هيكترفوا النهر خلاص بره القرعة. مين بقى القلم بتاعه كسب وفاز بمريم او بكفالة مريم؟ زكريا عليه السلام، اللي احنا قلنا عليه ان هو مش بيخلف. كل الاسباب بتقول ان خلاص يا زكريا مش هينفع تخلف. رجل عجوز شعره امتلأ الشيب او ملأه الشيب، امرأته عاقر خلاص، ويقال انها كانت دايما كل ما يرزقها الله بولد تسقط، يرزقها الله بولد تسقط، فمن كتر السقاطة اصبحت عاقر، ما فيش خلاص مش هتخلف. فخدها زكريا كان دايما يدعي ربنا سبحانه وتعالى، يقول له يا رب، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، يا رب ما تسيبنيش لوحدي. وفضل يدعي كتير جدا وما كانش بييأس، رغم ان كل الظروف بتقول لا ما ينفعش.